السلام عليكم ورحمة الله. محبين الدعسوقة والقط الأسود بالمصري، النهاردة موعدنا مع حلقة جديدة من الموسم الخامس وهي بعنوان الابتهاج. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اللي جاي أحلى بكتير. ولو بتشوفونا من على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا متابعة للصفحة. بتبدأ حلقتنا مع الدعسوقة والقط الأسود اللي كانت بتحاول تفهمه إن هي بتحبه، لكنه بيفتكر إنها بتمتحنه لأنهم اتفقوا إنهم ما يكونش في بينهم مشاعر عشان يقدروا يقضوا على مونارك، وبيسيبها وبيمشي. وبتحس الدعسوقة بالإحباط وبتروح تفضل تفضفض مع آليا، وبتقول لها آليا انت لسه بتحبي إدريان وبتحاولي تهربي من مشاعرك، شوفي صوره موجودة في كل حتة. وبيوصل إدريان لبيت مارينيت وبيطلب من أهلها إنه يقابلها، وبيفرحوا جدا وبتتصل عليها مامتها لكنها بترفض إنها تقابله، وبتعتذر مامة مارينيت لإدريان وبيمشي وهو حزين جدا، وبيفضل يطارد فيه المعجبين. فعشان يهرب منهم فبيتحول بسرعة إدريان للقط الأسود وبيطلع على سطح البيت اللي قصاد مارينيت عشان يشوفها، وبتطلع فعلا مارينيت وبيتقابلوا وبتعترف له انها معجبه بيه، وبياخدها عشان يروحوا يجيبوا ايس كريم من اوندري. لكن اوندري صدمهم وقال لهم انه بيبيع الايس كريم للاحباب بس، والقط الاسود مغرم بالدعسوقه وانتي يا مارينيت مغرمه بادريان. فبيتصدموا هما الاتنين وبيسيبوه وبيمشوا، وبتعترف مارينيت للقط الاسود انها بتحبه وبيقربوا من بعض، لكن القط الاسود بيقول لها ان اللي بنعمله ده غلط، وبتتعصب مارينيت جدا وبتغضب. بيستغل مونارك غضبها وبيسحب قوة كالكي وبيحولها لميجا أكوما وبيبعتها عشان تسيطر على مارينيت، وبيفضل القط الأسود يقول لها قاومي يا مارينيت، قاومي الأكوما وارفضيها، وبتقدر فعلا إنها تقاومها. وبتزعل مارينيت جدا إنها كانت بسبب غضبها كانت هتتعرض لسحر الأكوما، وبيبعت مونارك الميجا أكوما لأوندريا وبيحوله لبليسياتور وبيحوله قوة رو اللي هي قوة الابتهاج، وبيخبي القط الاسود مارينيت بسرعه وبيجري عشان يتصدى للبليسياتور، وبتتحول للدعسوقه وبيهجم القط الاسود على بليسياتور لكنه بيكون اقوى منه وبيفضل يدمر في المباني والدنيا كلها، وكان هياخد الخاتم من القط الاسود فعلا. لكن بتظهر آليا وبتحاول توقفه وبتوصل الدعسوقه وبيفضل يرمي عليها كرات الليزر المدمره، وبتستخدم الدعسوقه تعويذه الحظ وبتنزل لها شمسيه، وبيطلع القط الاسود يشغل بليسياتور وبترمي الدعسوقه الشمسيه عليه وبتفتحها وما بيكونش شايف حاجه، وبتسحبه وبتوقعه على الاتوبيس اللي كان بيتحرق، وبيسيح الايس كريم من عليه، وبيرمي القط الاسود العصايه عليه وبتكسر العصايه الايس كريم اللي كان فيها الاكوما، وبتخرج الميجا اكوما والدعسوقه بتزيل منها الشر. وبيرجع اوندري لطبيعته وبيعتذر للدعسوقه انه اتعرض للسحر مره تانية، وبتديله الدعسوقه ميداليه وبتقوله يحاول يسيطر على غضبه شويه بس عشان نكمل الليله على خير، وبترمي الشمسيه في السماء عشان كل حاجه ترجع لطبيعتها تاني. وبيرجع القط الاسود لمارينيت وبيعتذر لها وبيروحها بيتها وبيودعوا بعض، وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اللي جاي احلى بكتير. ولو بتشوفونا على الفيسبوك ما تنسوش تتفاعلوا مع الفيديو وتعملوا متابعة للصفحة. وشكرا، سلام عليكم.